يا أهلا، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 14 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. اتعودت دايما تهرب لمخبأها السري. مكان صغير بيعمل قهوة اكتشفته من زمان، محدش يعرف عنه أي حاجة غيرها، عشان لو يوم حبت تختفي تعرف تلاقي نفسها هناك. وصلت قعدت في ركنتها المعتادة من غير ما تتكلم، طلبت قهوتها، طلعت تليفونها، بدأت تقلب في الانستجرام، وفجأة ظهرت قدامها صورة لطيف ست ماشية فوق البحر، شكلها أشبه بالملايكة. نفس الفيديوهات اللي بنخبط فيها طول الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي. كلمات مؤثرة على موسيقى حزينة، وكانت الجملة بتقول: أحببتك أكثر مما ينبغي وأحببتني أقل مما يستحق. تزامنت الجملة مع نزول الفنجان قدامها وابتسامة هادية من الويتر، لكن ريحة القهوة زي ما تكون صحت جواها وجع كان نايم من سنين. دموعها نزلت مرة واحدة زي مطر الصيف، لا ليه ميعاد ولا بسابق إنذار. محدش كان يعرف إنها جاية النهاردة عشان تاخد أصعب قرار في حياتها، وإنها طول الطريق كانت بتقول لنفسها كلمة واحدة بس: كفاية. وكان هروبها النهاردة لمخبأها المفضل إنها عايزة تكتب قفلة لروايتها معاه وتصيغ السطر الأخير في علاقتها بيه، ونقطة ومن أول السطر. فتحت ألبوم صورهم مع بعض، جابت أكتر صورة بتحبها ليها معاه، وعملت زوم لحد ما احتل وشه شاشة تليفونها بالكامل، وكأنها أول مرة بتشوفه. سألت روحها بشيء من الأسى إزاي استمرارها معاه لسنين ما كانش نوع من التضحية عشان حبها يعيش، لكن جب من إن حبها يموت. وإزاي علاقتها بيه على مدار السنين اتحولت من حب لعادة، ومن شعور بالأمان لسجن. اختلطت دموعها بالقهوة لما سقطت في فنجانها بدون ما تشعر، ومع أول نغمات أغنيتها المفضلة الفترة الأخيرة، واللي كانت بتشبه قصتها معاه بشكل كبير. معلومات مش أكيد. ترجع الصورة أنا وياك، ما بفهم الشعور. كتير سألت نفسها لما الإنسان بيقرر يمشي من علاقة، هل دي خيانة منه في ظهر الحب، ولا ضعف أدى الاستسلام، ولا سكينة أنانية حامية بيقطع بيها حبل العشرة مع اللي بيحبه، ولا دي أعلى درجات الشجاعة؟ كانت راسها في الوقت ده ملتها الأسئلة والأفكار، السلبي منها والإيجابي، المنطقي والغير منطقي، الناضج والساذج، لكنها قدمت لنفسها حل سحري في اللحظة دي. خدت بق من قهوتها واستسلمت للأمر. رجعت بشريط الذكريات من جديد، واتفاجئت بروحها واقفة في وسط خناقة عنيفة
بين كل مشاعرها المتضاربة، ودقت الطعم البارد لكل الأحاسيس الملخبطة اللي بيعيشها إنسان قرر ينهي علاقة دامت لوقت طويل. مع إنه خلصنا أنا وياك، هيدي معلومات مش أكيد. وبالرغم من حسم قرارها النهائي جواها، وبعد ما مضت جواب استغنى للإنسان ده من حياتها للأبد وختمته بلا رجعة، لسه حاسة إنها رجل بره ورجل جوه. عقلها اللي مأيد قرارها بالنجاة من العلاقة دي، وقلبها اللي لسه حبال مشاعره مربوط في كل ماضيها وذكرياتها معاه، كأنها بتقوله مع إنه خلصنا أنا وياك، هيدي معلومات مش أكيدة. لحد اللحظة اللي بتشرب فيها قهوتها دي، ما زالت مش قادرة تحط إيديها على خريطة واضحة لمستقبلها من غيره. هل هترتاح من بعده؟ هل هتقدر تتعامل بنجاح مع توابع انفصالها عنه؟ هتتعافى من ألمها بسرعة؟ هتنساه بسهولة؟ مع إنه خلصنا أنا وياك، المفروض تنساني وأنا أنساك. هو فعلا خلصنا أنا وياك؟ يعني العشرة الطويلة وكل المشاعر والذكريات والحب مطلوب مني بعطرهم على الأرض في لحظة وعدي فوق منهم واعتبرك لم تكن؟ عقلي بيأيدني وبيدفعني إني أتجاوزك بقوة، وصدقني ده نوع من النهايات الست فيه بتبقى عارفة إنها وصلت معاك لنقطة اللا عودة. لما حب الست يتحول لوجعها، وجعها بيتحول لمصدر قوتها، وبتبقى عارفة إنها مهما هتحب عمرها ما هتحب تاني بنفس الطريقة. أصعب شيء على أي ست كانت بتحب راجل واستثمرت سنين عمرها فيه إنها تكتشف بعد كل العمر الطويل ده معاه إن الحسبة طلعت بتساوي صفر كبير. وراء صفر وكبرنا بالعمر، وما عادش اسمه أنا وياك. لكن لكل قلب بيفارق أسبابه، ولكل حب بيموت تاريخ مرضي طويل وإهمال عجل بنهايته. كتر القهر أنا وياك، ما بدي انقهر مرة جديدة. القهر جربته؟ دقته في مرة أو تعرف طعمه؟ طيب عارف إيه الفرق بين الحزن والقهر؟ الحزن وجع ناتج عن فقد حد بنحبه أو خيبة ما في أمور حياتنا، ممكن يخف مع الوقت أو يتداوى بشوية طبطبة وشعور بالمشاركة، أو يتعالج حتى بحبة بكا أو فضفضة كلام، أو عزلة مؤقتة نشحن فيها طاقتنا ونرجع. أما القهر فده إحساس بالعجز والظلم والانكسار العميق، شعور بيدغدغ كرامتك ويكسرها لألف حتة وحتة، وعلاجه السكوت القاتل أو الانهيار الداخلي أو الثورة عليه، اللي بعدها بنستخدم سياسة الأرض المحروقة، بتحرق وراك كل شيء ليه علاقة بالماضي اللي وجعك، وتمشي تدور على أرض جديدة فيها سلامك النفسي. لما ست تقولك مش عايزة ينقهر قلبي مرة تانية، هي مش بتقولك إنها مش عايزة تحزن، هي بتقول إنها مش عايزة تحس إنها مكسورة تاني من جوه، أو إنها اتثابت في لحظة كانت محتاجة فيها حد يسندها، أو اتعرضت لخذلان كسرها. القهر الناتج عن سنين من عدم احترام مشاعرها أو تجاهل وجودها أو تكرار الألم بدون تغيير منك. صدقني اللي يجي يقولك أنا زعلان منك ده لسه بيحبك، لكن اللي بيقف في وشك ويقولك أنت استنفذت كل فرصك معايا ده تخاف منه. خاف على الأقل من شكوته المقبولة عند ربنا. خاف دايما من قهرة قلب إنسان أنت متأكد إنه كان بيحبك بجد. بلاش على ورقك تحط أي احتمالات لرجوعنا، ما تعملش حسابي خالص في حساباتك الجاية. تفكر
وحياتك عم برجع لحياتك، أنا مايل وانت مايل وانتهى. غريب الفراق بيخلي الحبايب بعد ما مشوا مع بعض سكة واحدة طويلة لسنين يقفوا فجأة في مفترق طرق ويختاروا إن كل واحد منهم يمشي في اتجاه. لكن مهما كنت واخد قرار الفراق ولميت في شنطة رحيلك كل ذكرياتك وخبراتك ودروسك المستفادة، وشلت فوق ظهرك شنطة أحلامك وقراراتك الجديدة، برضو لسه لحظة ليها وجعها وليها تمنها وليها أثرها على روحنا. اوعى تصدق إن في حد جامد على الفراق، كل الحكاية بس إنه في حد قلبه ما بقاش يطيق القرب، أو زي ما قالت إليزابيث جيلبرت في كتابها Eat, Pray and Love وهي بتحكي عن لحظة انفصالها: فكرة إني أمشي كانت مرعبة، بس فكرة إني أفضل مكاني كانت أكتر رعب. كل اختيار منهم كان بيكسرني بطريقة مختلفة. دقني على مهلك، غيري عم يشتاق لك، أنا حب وانت حب وانتهى. قريت في يوم عبارة لأنيس منصور قال فيها: هناك طريقتان لكي تقتل امرأة، أن تقتلها وأن تحب امرأة أخرى. يمكن ما كانش عندي دليل واضح على حبك لست تانية، بس كان عندي 1000 بوصلة جوايا كانت بتشاور لي على خيانتك. مع كل مرة بشم فيها ريحة ست تانية فيك أو أشوف بواقي صورتها في عينيك، يمكن كنت بتضيف لحظات من السعادة لحياتك وبتملى دفاتر تجاربك الجديدة بالمغامرات. لكن في اللحظات دي كنت برمي كل يوم جزء من حبي ليك في البحر عشان أخفف حمل ألمي وأقدر أعوم بجرحي بعيد عن حياتك، لحد ما وصلت لبر فراقك بنجاح. بس تعرف، وأنا واقف وشايفاك دلوقتي على الضفة التانية من شاطئ حياتي، بسأل نفسي أو نفسي هي اللي بتسألك: ما فكرتش ولا لحظة في إنقاذي؟ الحب اللي كان بيموت قدامك ده عمره ما كان بيعني لك أي شيء. عموما أنا مشيت، هسيبك تستوعب الأمر على مهلك. قالوا لي صحابي ما رح ارتاح، وإنك مش إلي ورح تهجرني. غريب الإنسان بوجه عام لما بيحب بيغمي الحب عينه بشريطة سودة غير قابلة للنزع، وإن حاول في يوم يرفعها بإيديه ويشوف هو ماشي رايح فين، أو يشوف من بعيد علامات التحذير اللي تلحقه، أو فاعل خير قلبه عليه بيقوله خلي بالك أو ارجع، لكن بيفضل مكمل. مش عارفة إذا هي غشاوة ولا غشامة منه، لكن ما كذبش اللي قال على الحب أعمى. بيقولوا أول حد قالها كان شكسبير: الحب أعمى والعشاق لا يستطيعون رؤية الحماقات الجميلة التي يرتكبونها هم بأنفسهم. لكن أنا بتعجبني أكتر الحدوتة التانية بتاعت الحب والجنون، سمعتها زمان. بيقولوا يا سيدي إن الحب قرر يلعب مع الجنون استغماية، وفي عز ما هما بيلعبوا قرر الجنون يمسك حديدة ويطعن الحب في عينيه. فقد الحب نظره للأبد وأصبح أعمى. وبتقول الأسطورة إن الجنون هو اللي بقى بيقود الحب من يومه، زي ما سأني حبك بمنتهى العمى، فاتجاهلت كل تحذيرات صديقاتي وأمي زمان. قلت لهم بالعكس نحن مناح، هو حبيبي هو يقبرني. أمي اللي استسلمت قدام رغبتي وتمسكي بيك، مع إنها كانت عارفة إني في مدرستك هتعلم درس عمري، العمر اللي فضلت فيه ببذل كل ما فيا من طاقة عشان أجمل علاقتنا وحلي صورتك وادعي الرضا والسعادة معاك. تمثيلية بايخة كنت فاكرة إنه هيبقى دور عمري، بطولة في حياتك حلمت بيها تاخدني
لإني أبقى نجمة الحب الأولى في سماك. فخرجت من التمثيلية زي ممثل أتقن دوره، بس الناس بتشوفه في الشارع محدش فاكره أو يعرفه. ذكرني دخلك ما كنا مناح، مش هني رشحوك. عارف الست في مجتمعنا إيه مشكلتها؟ إنها فاهمة إن كل ما خلت اللي حواليها سعدة كانت ست أنجح. ست يا عزيزي عندنا زي تمثال العجوة، شكله جميل من بره ونهايته بيتاكل من كل اللي حواليه، مهما باتت هي جعانة في النهاية لكلمة شكر ولا لحظة حب ولا حبة تقدير. ما كنا من قبل ما الوقت قطعنا وراه. لكن تعرف، أنا دلوقتي مش عايز أغيرك ولا عايز أغير اللي حواليا ولا فارق معايا الناس، أنا فارق معايا أنا. لا تسامحني ولا تطلب سماح، أنا مش عم ساير. ومهما اتهمتني دلوقتي بالأنانية والجنون، فأنت بالنسبة لي أشبه بشخص دخل كهف مهجور، كل ما يتكلم صدى صوته بيرجع له هو لوحده. أصل مفيش أقسى من إنسان كان بيحب وبيهتم بمشاعرك، كان بيقدر يحتويك وتقف قدامه فجأة فتشوف على شفايفه ابتسامة باردة وفي عينيه نظرة إنك مش فارق معاه. برضو مش مشتاق على مشكل عخناق، حبك ما تجاوبني اسمع. لما بتفقد الرغبة في إنسان بتسيبه يواجه مصيره ويشوف دنيته بعدك، وكلك ثقة في إن ربنا هيخلي الأيام وحدها تعرفه قيمتك وتعرفه هو خسر مين وخسارته فيك كانت قد إيه. أحلام مستغنمي بتقول: أحبيك كما تحب النساء وانسيك كما ينسى الرجال. فأنا حبيتك كما لم تحب النساء، وهنساك كلقطة عبر الكومبارس صامت في مونتاج فيلمي الطويل، أو ربما عمري ما هعرف أنساك. كل الاحتمالات في الحرب واردة. وانت بتشرب فنجان قهوتك اللي جاي افتكر، كل إنسان وهو ماشي من حياة اللي بيحبه ومهما كان واخد قراره بيبقى لسه عايزه يمسك فيه، ولو مش من باب المحبة فمن باب الغلاوة أو حتى العشرة. محدش بيحب يحس إن مشاعره رخيصة، ولا أيام عمره راحت ببلاش، ولا عشرته هينة قوي كده. رح ودي شو بدي، رح ابعت هالباب يرميها يحملها وتعال. فلو حتى من زعلي رميت لك الورد اللي انت جبتهولي، مفيش مانع لو باقي عليا تمسكه وتقدمهولي من تاني، وبرضه من حقك انت كمان تدوس عليه. بس الحب اوقات يستاهل عشان نحاول مرة كمان. وافتكر دايما انه مش كل نهاية لازم تبقى خسارة، اوقات النهاية هي في حد ذاتها بداية انك تفتكر نفسك تاني وتحبها انت زي ما كانت تستحق تتحب من اللي حواليك.